عندما يخرج الكيك من البئر هو ليس مجرد غاز، إنه طاقة هائلة تريد الانفجار. لا يمكننا إرساله مباشرة إلى الشيل شيكرز. لو فعلنا ذلك الغاز سيملأ أرضية الحفر، وشرارة واحدة ستنهي كل شيء. الحل هو هذا البرج الفولاذي The Mud Gas Separator. وظيفته بسيطة ولكنها عبقرية: فصل الغاز وإرساله للأعلى عبر الفنت لاين ليحترق بعيدا، وإرسال المد النظيف للأسفل عبر الليكويد سيل ليعود للنظام. ولكن هذا النظام يعتمد على حاجز واحد هش، لو انكسر وقعت الكارثة. السر يكمن في الداخل. يوجد أنبوب يسمى ديب تيوب. ارتفاع عمود المد داخل هذا الأنبوب هو ما يشكل الليكويد سيل. هذا الارتفاع هو الذي يحدد ماكسيموم ووركينج بريشر للفاصل، بمعنى لو زاد ضغط الغاز داخل الفاصل عن ضغط عمود المد سيقوم الغاز بدفع المد للأسفل، يكسر الختم ما يسمى بالبلو ثرو ويهرب باتجاه الشيكرز، وهنا الخطر المميت. ولكن ما الذي يرفع الضغط داخل الفاصل أصلا؟ إنه الاحتكاك. عندما يندفع الغاز بكميات هائلة عبر خط الفنت لاين الطويل يتولد ضغط عكسي يسمى باك بريشر. العوامل التي تخلق هذا الضغط هي طول وقطر خط الفنت لاين ومعدل تدفق الغاز الجاس فلو ريت. لذلك السبب الرئيسي لضخ الكيك ببطء بما يسمى slow circulation rate أثناء القتل هو تجنب تجاوز قدرة MGS ومنع هذا الضغط العكسي من كسر الليكويد سيل. أحيانا يكون الكيك عبارة عن غاز مكثف أو زيت خفيف يسمى كوندنسيت. هذا السائل الخفيف يختلط بالمد ويقلل كثافته. انخفاض الكثافة يعني انخفاض قوة الليكويد سيل، وبالتالي يسهل كسره. الحل: نستخدم خط الهوت لوب. نقوم بضخ مد نظيف وثقيل من الأكتيف سيستم مباشرة إلى الفاصل. الهدف: الحفاظ على الليكويد سيل ممتلئا ونظيفا وقويا طوال الوقت. ماذا لو فشلت كل الخطط؟ ماذا لو رأيت الغاز يخرج من منطقة الشيكرز؟ هذا يعني أن الليكويد سيل قد انكسر. لا تحاول تقليل السرعة، لا تحاول المناورة. الإجراء الوحيد المقبول: أوقف الضخ فورا، ستوب بامبينج، وأغلق البئر، شات إن. أعد تقييم الموقف قبل أن تتحول الحفارة إلى شعلة. المد جاس سيبريتر هو الجهاز الذي يشتري لنا الوقت، يراقب الضغط، يفصل السموم ويحمي ظهورنا. راقب الفنت لاين، حافظ على الهوت لوب ولا تتجاوز حدوده، لأن هذا البرج هو خط الدفاع الأخير. خلف كل تفصيلة ظاهرة عمق يستحق الاكتشاف. نحن لا نكتفي بالسطح، نحن نصنع الفارق بالدقة والخبرة. أهلا بكم في ديب دريل. معكم أحمد أبو زيد. دعونا نغوص في التفاصيل. Beyond the surface lies the depth worth discovering. We don't just look, we drill deep. I am Ahmed Abu Zaid, and this is Deep Drill. Let's get into the details.